مرحبا بكم. اليوم مع سويت ساعة جبت لكم مرقة اللوبيا بالكعابر. أصيروا كما عودتكم روسيت خفلف في نص ساعة كل شيء يحضر. المهم اللوبيا كان عندكم لوبيا خضراء تنفخوها 24 ساعة قبل ما تطيبوا اللوبيا، ونهار كيفاش طيب اللوبيا تحط كاسرونة بالماء شوية ملح وتحط اللوبيا نتاعك تغلي مدة نص ساعة بتو طيب الصوص تكون اللوبيا نتاعك حاضرة. بالغسيت هذه نستحقوا 250 غرام فيون داشي 250 غرام، نحطوا هريسة شوية نعناع شايح كركب كروية تابل فلفل أكحل شوية هروس شوية ملح، هذوكم نخلطوهم في بعضهم مع شوية معدنوس وشوية بصل. كي تخلطهم مليح في بعضهم من بعد نعمل عليها هكا انفيلين تاع زيت زيتونة شوية بركة زيت زيتونة ونكعبوا الكعبر نتاعنا. كما تشوفوا اللوبيا نتاعنا حطيتها تغلي قريب تطيب. وتشوفوا كما تشوفوا الكعبة نتاعنا تبارك الله 250 غرام تبارك الله قداش حطيتها من كعبة. ناخذ الكاسرونه نتاعنا نحطوا كالعاده الزيت ابوبري 200 مليلتر زيت، نحطوا غرفه الهريسه نقليوها شويه ونزيدوها شويه ماء بيان سور باش تحلك الهريسه هكا تقليه، ونحطوا معاهم زوز مغارف ونص طماطم وبيان سور نحركوا بالكدا. كما قاعدين تشوفوا ولا نمرقولها بشويه ماء نخليها تغلي شويه وناخذ شطر بصله نقصوها لامات ونرميوها في الصوص ونخليوها تغلي. نرجعوا توا لكل البولات اللي عملناهم من الاول، ناخذ مقله صغيره نحطوا شويه زيت زيتونه ونقليو فيهم كالبولات نحركوهم مليح لين يطيبوا في الجناب الكل. ديما نحركوا ما نخليوهاش تلصق نحاول ندوروا على لي كوتي الكل على الجناب الكل. كما تشوفوا البولات نتاعنا احمروا شويه في الجناب، ناخذوا ماك الصوص اللي بدينا نطيبوا فيها ناخذوا لوش ونصبوها على الكعابر ونحركوها بالكدا تدخل فيها الصوص، ومن بعد نغطيوها ونخلوها نتاع حكايه 5 مينوت حسوا لين تشوف الصوص بدا تعقد ديجا نتاع البولات، وديما تحرك تغطيها وديما تحرك لمده 5 دقائق. كما تراو الصوص نتاعنا قعدت لهنايا فوالا توا نحطوه دو كوتي. نمشيو للصوص نتاعنا نرميو البطاطا ونحطو معاها البولات نخليها لين تطيب البطاطا فك الصوص هذيك وديما نحركو بيان سور. البطاطا نتاعنا قريب تطيب نرميو زوز قرون فلفل ونخليوها تاخذ غلو خفيف ونطفيو عليها. نمشيو للدغساج، فما شكون اللوبيا يحطها في وسط الصوص، مي انا طريقتي انا ناخذ اللوبيا كده طايبه نحطها في الصحن وناخذ اللوش نتاع الصوص ونصب عليها الصوص ومن بعد نحط الدغساج نتاعي نتاع اللحم والبطاطا والفلفل فوالا. وكل واحد كيفاش يحب، اذا باش تحط انت اللوبيا في وسط الصوص تحطها وقت تحط البطاطا والبولات فوالا. ان شاء الله تكون الرسالة عجبتكم، حسيروا خفلف في نص ساعة تكون فطورك طيب ولا عشاك طيب، والبنة ما نحكي لكمش. تابعوني وان شاء الله ديما نجيب لكم جديد.